في كلام بيتقال بقاله سنين إن الأكل اللي بناكله دلوقتي مش بنفس القيمة الغذائية اللي كان فيها أكل زمان. بس هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد إشاعات؟ في سنة 2004 اتعملت دراسة على 43 محصول زراعي وقارنوا القيم الغذائية بتاعتهم بين سنة 1950 و 1999، والنتائج كانت مفاجأة. البروتين قل في المتوسط 6%، وفيتامين سي قل 15%، فيتامين بي 2 قل بنسبة كبيرة وصلت ل 38%، ومعادن زي الحديد والكالسيوم قلت كمان. طبعا في ناس شككت في الارقام دي وقالوا ازاي كنا بنقيس بدقة في الخمسينيات، بس رغم كده دراسات احدث بدأت توصل نفس الاتجاه، في انخفاض تدريجي في تركيز بعض المغذيات في النباتات. والسؤال هنا ليه ده بيحصل؟ هل المشكلة في التربة؟ بما ان النبات بياخد مغذياته من التربة، كان اول تفسير ان الزراعة المكثفة استنزفت العناصر الغذائية، بس التفسير ده مش مقنع قوي، لان المزارعين بيهتموا جدا بصحة التربة وبيستخدموا اسمدة عشان يعوضوا اي نقص، وكمان المحاصيل دلوقتي بتطلع اكبر واسرع من زمان، وده صعب يحصل لو التربة فقيرة فعلا. يبقى غالبا المشكلة مش في التربة لوحدها. من أول ما الإنسان عرف الزراعة وهو بيختار وبيهجن النباتات عشان تنتج أكتر وتستحمل الآفات وتعيش في ظروف أصعب، وده نجح، والمحاصيل دلوقتي ضخمة وسريعة النمو. بس السؤال المهم، هل هي أغنى غذائيا؟ ممكن واحنا بنجري ورا الانتاجيه نكون ضحينا بجزء من القيمه الغذائيه من غير ما نقصد. المشكله اننا ما نقدرش بسهوله نقارن نفس النباتات قبل مئات السنين الا لو لقينا نبات عمره ما تعدى الجينيه. في امريكا الشماليه في نبات بري اسمه جولدن رود، مش بيتاكل فمحدش حاول يطوره او يهجنه. معهد سميثسونيان محتفظ بعينات من النبات ده من سنه 1842. العلماء قارنوا العينات القديمه بنباتات حديثه، والنتيجه انخفاض حوالي 30% من البروتين الموجود في حبوب اللقاح، يعني النبات نفسه بقى اقل تغذيه. طب ايه اللي اتغير؟ النباتات بتتغذى على ثاني اكسيد الكربون اللي في الهواء. من 200 سنه كان حوالي 280 جزء في المليون، دلوقتي اكتر من 400 جزء في المليون، زياده تقارب 50%. بالنسبه للنباتات ده زي بوفيه مفتوح، فعلا بنشوف حاجه اسمها اخضرار الكوكب، نباتات اكتر ونمو اسرع. بس المشكله ان النبات بيكون كربوهيدرات اكتر، لكن المغذيات زي البروتين والمعادن مش بتزيد بنفس السرعه. في تجارب علميه على القمح والرز والشعير والبطاطس، النباتات بتكبر اسرع بس تركيز البروتين والمعادن بيقل. وفي تجارب دلوقتي على الرز، البروتين قل 10% والحديد 8% والزنك 5%، وده اسمه تأثير التخفيف، يعني المغذيات بتتوزع على حجم أكبر من النبات. بحلول سنة 2050 العلماء متوقعين إن حوالي 150 مليون شخص ممكن يعانوا من نقص بروتين بسبب التغيرات دي، خصوصا في الدول اللي معتمدة على محاصيل أساسية قليلة. طب هل لازم كلنا ناخد مكملات غذائية؟ في الحقيقة لأ، الانخفاض لسه صغير، ولو بتاكل أكل متنوع في خضار وفاكهة وبقوليات وبروتين تقدر تغطي احتياجاتك. بس في نقطة خطيرة، إحساس الشبع عندنا مرتبط بالبروتين. لو الأكل بقى فيه بروتين أقل هنحتاج ناكل كميات أكبر عشان نشبع، يعني سعرات أكتر ودهون أكتر وسمنة أكتر. في الحقيقة إحنا مش بس بنغير المناخ، إحنا كمان بنغير طبيعة الأكل نفسه. أكلنا مش بقى فاضي، بس على الأغلب بقى أقل كثافة غذائية من زمان، وحقيقة زي دي تستاهل نفكر فيها بجد.